بتخافي من اللون الأسود على عيونك؟ بتترددي دايما إنك تستخدميه؟ لا تخافي، الحل عندي. بفيديو اليوم رح أعلمك التكنيك المزبوط لتقدري تطبقي فيه السموكي آيز باللون الأسود بكل سهولة. لتعرفي تفاصيل أكتر تابعي معي الفيديو ويلا نبلش. بالبداية رح طبق الكونسيلر كبرايمر على الجفن الثابت بس. من بعد ما ثبته بالباودر رح استخدم الكحل وطبقه على خط الرموش من فوق ومن تحت بهيدا الشكل. من بعدها رح استخدم هيدا الايلاينر الكريمي القابل للدمج ورح طبقه على الجفن المتحرك. مبدئيا بدي منك انت وعم بتطبقي اللون الاسود حاولي ما تتخطي الجفن المتحرك. الخطوة اللي بعدها رح ادمج الفواصل الحادة مباشرة قبل ما تنشف. بعدين رح استخدم اللون الأسود من ميك اب فور ايفر لحتى ثبت اللون الأسود على الجفن المتحرك بطريقة الطبطبة مثل ما انك شايفة. ومن هدا بيوتي باليت رح استخدم هيدا اللون البني، فيك تستخدمي لون أغمق إذا بتحبي، ورح ابتدي ادمجه بالتدريج واطلع فيه لفوق شوي شوي باستخدام فرشاية دمج صغيرة. وقد ما تقدري دمجي بالتدريج لتقدري تحصلي على ألوان منسجمة مع بعض. من بعدها رح استخدم هيدا اللون الأفتح لحتى أدمج فيه الفواصل الحادة على كسرة الجفن من فوق، ومثل ما انك شايفة استخدمت معه فرشاية كبيرة حتى تعطيني نعومة باللون. وآخر شي استخدمت فرشاية نظيفة حتى أقدر أدمج الألوان مع بعض، ونفس اللون يلي دمجته فوق رح طبقه كلون أساسي على خط رموشي السفلية. بعد ما طبقت الكحل بهيدي الطريقة رح ابتدي ادمجه بفرشاية صغيرة حتى احصل على ألوان متجانسة مع بعض. وبالنسبة للهايلايتر طبقته على زاوية العين الداخلية وعلى عظمة الحاجب من فوق. وبعد ما كبست رموشي ومشطتهم بالمسكرة رح استخدم هيدول الرموش كنهاية لللوك. وهيك بنكون حصلنا على مكياج سموكي أسود كتير مرتب بناسب أي سهرة. لا تخافي من الأسود، أهم شي تتبعي الخطوات الموجودة بالفيديو. ولا تقدري دايما تستفيدي من فيديوهاتي ما تنسي تشتركي بالقناة حتى يوصلك مني كل جديد. بحبكن كتير وإلى اللقاء.